هو نيوتن كان فلاح؟ يعني نيوتن لو كان سمع كلام اهله ما كانش هيبقى فيه قانون جاذبيه اصلا؟ مش كنت سمعت كلام اهلك وريحت وارتحت؟ اسحاق نيوتن اتولد لقى نفسه بيعاني من التفكك الاسري، بس هو ما كانش فاهم وفضل في الموضوع ده حوالي 3 سنين. مامته بقى قررت انها تتجوز وتسيبه لجدته هي اللي تربيه. طب يا ستي استني شويه لحد ما الواد يكبر ويروح المدرسه ويبقى فاهم ايه اللي بيحصل حواليه. لا 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 لا، انا هتجوز. نيوتن اتربى مع جدته، كان طفل قاعد لوحده ودايما واخد جنب لحد ما كبر وبقى عنده 17 سنه، فقالوا له يلا شوف الفاميلي بيزنس بتاعتنا بتقول ايه وتفضل روح على المزرعه. طب يا جماعه انا ما بحبش الزراعه، ذنبي ايه ابقى فلاح؟ قالوا لا 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 لا، انت اشطر فلاح على الكوكب بس انت ما تعرفش. نيوتن نزل المزرعه واثبت فشله في ان هو يبقى فلاح، زي بالظبط ما انت كده بتثبت فشلك لما مامتك تقول لك روح هات حاجه من السوبر ماركت فتجيب لها حاجه غلط عشان ما توديكش تاني. قالوا له احنا مش هنسمح لك تعرنا، يلا على كامبريدج دي زي جامعه القاهره عندنا كده بالظبط. وتقريبا كده كان اشطر نيرد، من المكتبه للمحاضره ومن المحاضره للمكتبه، اللي هو من العيال اللي بتقعد بعد محاضره 8 الصبح تسال الدكتور هو ايه الحاجات اللي عندنا بره المنهج، عايزين نفطر يا جماعه. هو كان بيروح الجامعه لطلب العلم بجد، مش لطلب البطاطس السوري والصحبه الحلوه. نيوتن كان في حاله، لا عنده صحبه حلوه ولا وحشه، وكان كتوم قوي، اللي هو انا اغمض واحد في الجامعه، مش زيك كده العالم كله عارف خيبتك عادي. من كتر ما هو ما كانش بيحب يقول حاجه لحد، كان بيعمل انجازات في العلم ويحتفل بيها على الضيق في اوضته، وما يقولش للناس غير بعدها بسنين، ده لو قال اصلا. وفي وسط ما هو كان بيقضي اسعد لحظات حياته في طلب العلم، حصلت حاجه عكننت عليه حياته. سنه 1665 الطاعون ضرب ولا يبالي، المدارس قفلت والجامعات قفلت والناس كلها قعدت في بيوتها، حاجه كده شبه الكورونا. كانت اسعد لحظات حياتي والله. بس العالم هيعيش ويموت عالم، استغل قعدته في البيت وحط نظريات في علم التفاضل والتكامل والالوان والضوء وانت قاعد. وانا كمان استغلت الازمه وعملت بسكوت ال10 دقايق و10 فيديوهات على التيك توك. دماغ نيوتن كانت افشخ دماغ على الكوكب، عنده قدره رهيبه كده في ان هو يشوف حاجات محدش بيشوفها غيره، بس ما كانش عنده بيست فريند يقعد يحكي لها ولا يفضفض ويقول لها ايه اللي مضايقه. والموضوع اتحول لاضطرابات نفسيه عنيفه ونوبات غضب لدرجه ان محدش كان بيقدر يقعد معاه علشان البيه مزاجه بيتغير كده. نيوتن ما اتجوزش وتقريبا كده برضه ما صاحبش، وده يمكن عشان عنده احساس بعدم الامان علشان مامته اتخلت عنه وهو صغير، فكان بيطلع كل طاقته في العلم. نيوتن قدم علم ونظريات للناس كتير فشخ، بس هو هل نيوتن كان سوي نفسيا؟ فانت لو عندك مشكله وحاسس انك شبه نيوتن كده، فالثيرابي ما اثرش معاك في حاجه، روح اتعالج عشان تعرف تتبسط بحياتك. الحمد لله على وجود الثيرابي والله. وكان معاكم ام من اوضتها عادي.